في الفيديو ده هنعمل بروجكت كامل مع بعض. هيبقى عندنا شوية رو داتا بسيطة وعايزة ابدأ اطلع منها تقارير، ونبدأ نشوف مراحل تكوين التقرير عامل ازاي. لان انا ممكن البيانات بتاعتي اعمل التقرير وتكون الارقام مش صحيحة، او ممكن اعمل التقرير بس اي ابديت هيحصل في البيانات الاصلية او في الداتا سورس الاصلية مش هيسمع عندي، او مثلا ممكن اعدل اشيل احط اعمل اي حاجة وبرضو ما يسمعش عندي. فاحنا عايزين دلوقتي نشوف المشاكل اللي ممكن تقابلنا وازاي نحلها بكل المعلومات اللي اخدناها في الفيديوز السابقة. تعالوا نجرب مع بعض. انا عندي شوية بيانات، البيانات دي عبارة عن ايه؟ عندي ارقام فواتير، وعندي اسماء الفروع بتاعتي واسماء السيتيز والكاستمر تايب، انواع الكاستمرز، في ممبر ونورمال. عندي الجندر اللي هي ميل وفيميل، تمام. البرودكت لاين، خطوط الانتاج بتاعتي، في هيلث وفي الكترونيك وفي هوم اند لايف ستايل، في سبورتز وهكذا. في عندي اليونت برايس، تكلفه القطعه، والكوانتيتي اجمالي الكميات المباعه، ولو في ضريبه هتتم تاكس 5% كام قيمه الضريبه نفسها. وهنا عندي اللي انا محتاجه احسب المبيعات السيلز. عندي التواريخ محتاجين نظبط الفورماتنج بتاعتها، التايم، البيمنت احنا بندفع ايه، طرق الدفع بتاعتنا، والكوست اوف جود سولد، والجروس مارجن برسنتج، وشويه ارقام وريتنج بقى للناس اللي تدينا ايه كتقييمات. فاحنا محتاجين نطلع من البيانات دي شويه تقارير، تمام، او شويه معلومات تفيدني. بس فاول حاجه بنعمل ايه؟ انا عايز اظبط الفورماتنج، تمام. فهروح اسلكت على البيانات كلها. طب هنسلكت ازاي؟ اولا ممكن اقف كده في اي مكان كنترول حرف الاي فهتعمل سلكت اول، او ممكن اقف على اسلكت على الهيدر رو، تمام، وكنترول شيفت سهم لتحت. الفكره ان انتوا عندكم في السلكت في طرق كتير، شوفوا الانسب ليكم والاسهل ليكم واستخدموه. طيب عملت سلكت اول، بعدين هروح من الهوم هظبط الفورماتنج، اخلي مثلا الخط بتاعي مثلا 12، اغير شكل الفونت لاي فونت احنا عايزينه. عايز اعمل بولد، ايتاليك، اندرلاين، عايزين نعمل بوردرز عشان ابقى شايفه التقرير بتاعي شويه. عايزه مثلا اميز الصف الاولاني اللي هو الهيدر رو زي ما اتكلمنا قبل كده، فاروح عند الفيل كلر والونه مثلا بلون مختلف. طب لا انا مش عارفه اديله ستايل من هنا مثلا بايدي، لا انا ممكن اديله ستايل جاهز، اللي انا اروح من الهوم عند جروب الستايلز واقول له سيل ستايلز واطبق ستايل جاهز من الستايلز دي. ممكن نميزه ونكبر حجم الخط بتاعه، حاجه بسيطه. عايز دلوقتي اظبط عرض الاعمده عندي بحيث اخلي البيانات ظاهره شويه. اروح اسلكت على الشيت ككل، او ممكن نسلكت على الكولومز من اسماء الكولومز، نقف في اي مكان كده دبل كليك هيخلي لي عرض الاعمده بتاعتي على قد المحتوى. دي الاوتو فيت لو فاكرينها. طيب ممكن نكبر الزوم بس حاجه بسيطه عشان نبقى شايفين. طيب انا كده ميزت الهيدر رو عندي، وكمان ظبطنا الفورماتنج بتاعت الجدول. طيب ممكن نكبر ده حاجه بسيطه. عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ انا محتاجه اجيب الجمالي المبيعات بتاعتي علشان ابدا اطلع تقرير. طب هو طالب ايه مني في التقرير؟ هو عايز يعرف اجمالي المبيعات بتاعتنا لكل فرع، وكمان عدد الميل والفيميل اللي احنا بنبيع اكتر للميل ولا الفيميل، وكمان عايز احنا هنا في اخر كولوم خالص في ريتنج، في شويه تقييمات. فانا عايزه ابدا اديه زي كلاسز كده او زي تصنيف معين. فواحده واحده، اول حاجه محتاجه اعمل ايه؟ محتاج الهيدر رو ده بعد ما ميزته مثلا بفورماتنج معينه، هروح من الهوم اطبق عليه فلتر بحيث ابقى شايفه المحتوى اللي جوه السيلز ايه، بحيث ابقى عارفه ان الجندر فيها ميل وفيميل، عارفه ان انواع الكاستمرز بتاعتي ممبر ونورمال، اسماء السيتيز عندنا 3 سيتيز، عندنا كام فرع؟ طيب عندنا 3 فروع. فمن علامه الفلتر قدرت ان انا اعرف المحتوى او الكونتنت جوه الكولوم ده ايه بدون تكرار، تمام. وهكذا بقى في كل حاجه. طيب تعالوا نمشي على كولوم. احنا الانفويس اي دي مش محتاجين حاجه، البرانشز، السيتيز، وهكذا. هنيجي هنا عند المبيعات محتاجين ان احنا نحسبها. كنترول شيفت سهم لتحت اشيل العلامات الاستفهام دي بالديليت بتاعت الكيبورد، او من الكلير هقول له اعمل لي كلير كونتنت، شيل لي المحتوى. هقف عند اول سيل، هو بيقول لي بقى السيلز دي هحسبها ازاي. هاخد اليونت برايس واضربها في الكوانتيتي وازود عليها الضريبه. يعني مثلا انا دلوقتي عندي قلم، احنا مثلا كشركه او كمصنع بننتج اقلام، منتجات معينه، اي منتج، ماوس مثلا، تمام. فانا الماوس ده تكلفته 100 جنيه. فانا دلوقتي كعميل هطلب مثلا من الماركت ده واقول له ان انا عايزه 2 ماوس، تمام، وكل ماوس تكلفته 100. فانا المفروض بعمل ايه؟ وفي طبعا ضريبه مثلا 10 جنيه مثلا، تمام، دي نسبه معينه من 10% من ال 100 جنيه دي. طيب فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هيحسب لي ازاي المبيعات بتاعته؟ هيقول لي ايه؟ هياخد عدد القطع دي كام؟ انا هاخد 2، فعدد الكوانتيتي بتاعتي 2.
طيب تكلفة القطعة اليونت برايس 100 جنيه، ف2 في 100 زائد 10 بقى وزائد 20 عشان كل قطعة عليها ضريبة 10%. فخلاص يبقى أنا كده دلوقتي عملت إيه؟ رحت أخدت اليونت برايس ضربته في الكوانتيتي وزودت عليه الضريبة علشان أطلع إجمالي السيلز بتاعتنا. طيب فأنا هعمل ده دلوقتي، هقول له إيكوال روح خد لي اليونت برايس، وزي ما قلنا احنا بنكليك على السيل فتلقائي بيكتب لي اسم السيل، هضربها اعمل تايمز الكوانتيتي بلس التاكس الضريبه بس كده، وادوس انتر واسحب لتحت فيعملها لي على طول. تمام. طيب حلو قوي، يبقى انا كده ظبطت الكولوم بتاع السيلز. طب الديت عندي فيه مشكله في الفورماتنج، هقف على اول سيل كنترول شيفت سهم لتحت وهروح من الهوم عند النمبر فورماتنج وهقول له خليها لي شورت ديت. طيب التايم نفس القصه، كنترول شيفت سهم لتحت واخليه اقول له ان ده تايم، فكده قدرت اظبط التواريخ بتاعتي والتايم والفورماتنج. نتحرك كده مثلا، ممكن تقربوا لو انتوا عايزين، ممكن كنترول شيفت سهم لتحت برضو ونقلل الديسمال بليسز لو احنا عايزين. تمام. والجروس انكم والريتنج بس كده. احنا كده ظبطنا بس البيانات بتاعتنا عشان اقدر اطلع التقرير بسهوله. طب عايزه اطلع التقرير بس في شيت جديد، فاروح اعمل نيو ورك شيت. تمام. وخلينا نكبر الزوم شويه ونبدا نعمل ستايل كده للريبورت بتاعنا. اولا هروح اسلكت على مجموعه السيلز دي وهروح اعمل ميرج اند سنتر واقول له ان انا هعمل دلوقتي ريبورت، واقف عند السيل. بعد كده اكبر حجم الخط، اعمل بولد، اغير شكل الفونت لاي فونت احنا عايزينه. ممكن اعمل ايتاليك اندرلاين، هنعمل بوردرز مثلا بالشكل ده، نلون الباك جراوند مثلا بالشكل اللي احنا عايزينه، نلون الفونت برضو لو احنا عايزين نلون الفونت ممكن نغمق مثلا الباك جراوند شويه. تمام. طب شايفين ان الكلمه نفسها تحت، فانا محتاجه اخلي ارتفاع الكلام بتاعي في النص او ارفعه شويه، فمن الهوم عند الجروب الالاينمنت ممكن نخليه في الليفت او في السنتر او في الرايت، هنخليه في السنتر. ونتحكم كمان في التوب والميدل والبوتوم، انا عايزاه في الميدل يبقى كده مناسب جدا. حلو قوي. ممكن كمان تغيروا البوردرز زي ما اتكلمنا قبل كده من المور بوردرز، واختار الستايل اللي احنا عايزينه ونختار الكالر ونقول له اوتلاين. تمام كده، وادوس اوكي فهيتطبق عندي على طول. طيب ده كده بس حطينا عنوان. طب عايزه احط هنا لوجو للشركه او صوره مثلا. طيب ازاي بقدر ادخل صور؟ كلمه ادخل يعني انسرت على طول، فاروح عند تاب الانسرت واروح عند البيكتشرز واقول له انا عايزاها مش في السيل، انا عايزاها اوفر السيلز نفسها. الحته دي مش هتبان عندكم لو احنا شغالين على اوفيس اقدم شويه من 365، فهتلاقوها على طول اللي انتوا من زيز ديفايس، يعني هتلاقوا الليست دي او القائمه دي او الويندو دي على طول، ما عندكمش الحته دي. حد شغال على 365 هتلاقوها موجوده عندكم زيز ديفايس. وابدا اختار المكان اللي انا حافظه فيه الصور عندي، فخلينا نتحكم كده في الفيو، فممكن ندخل مثلا الصوره دي. تمام. طبعا بنقدر كده، دي صوره الاكستنشن بتاعها بي ان جي. يعني ايه بي ان جي؟ يعني ملهاش باك جراوند، ملهاش خلفيه. كل فايل عندنا او كل صوره، كل فايل اكسل ايا يكن نوع الفايل ايه، بيبقى ليه حاجه اسمها اكستنشن، امتداد بتاع الفايل ايه. بيبقى اي فايل بيكون من اسم واكستنشن. اسم الفايل بتاعنا دي كان اسمها شوبينج باج تقريبا، والاكستنشن بتاعها دوت بي ان جي. في صور دوت جي بي جي فبيبقى ليها باك جراوند، ليها خلفيه، فدي ايكونز. دي ايكونز نقدر ننزلها من على جوجل مثلا على النت، في ويب سايتس كتير في النقطه دي، فممكن ننزل صوره زي دي ونحطها عندنا في التقرير بتاعنا. تمام. حاجه بتدل بس على فكره الريبورت بتاعنا، لكن ده لوجو الشركه يعني. طبعا اللوجوهات برضو بتبقى دوت بي ان جي لان احنا بنشيل الباك جراوند بتاعتها. طيب خلاص انا كده حطيت الريبورت وحطيت اللوجو بتاعنا. محتاجه اعمل ايه دلوقتي؟ عايزه اطلع التقرير. هو كان عايز هنا التوتال سيلز لكل فرع، فخلينا ناخد دي كده. ممكن نقف هنا كده ونحركها كنترول اكس كنترول في، او امسكها كده بقف على البوردرز من بره، فكده اكني بمسك السيل نفسها واحركها. تمام. واقول له هنا حط لي اسماء الفروع بتاعتي، فاحنا عندنا اسماء الفروع بتاعتنا A B C. تمام. طيب وده التوتال سيلز ده اللي احنا هنحسبه دلوقتي. طبعا مش هنكتبه بايدينا، احنا هنستخدم فانكشنز تعملها على طول. طيب هظبط الفورماتنج، هسلكت على مجموعه السيلز من الهوم في جروب الفونت، ادي بوردرز، اسلكت على اول تو سيلز ممكن نديها ستايل جاهز، سيل ستايل. طبق الستايل ده مثلا، ممكن نجيب الكلام ده في النص، ممكن نخلي ارتفاع الكلام بتاعنا في النص والكلام في النص بس، وابقى عامله حسابي ان ده كده هجيب التوتال سيلز. طب عايزه اعمل تقرير تاني اللي انا هكتب له الجندر،
تمام. والجندر ده انا عايزه اجيب عدد الكاستمرز. احنا في الاناليسيس او في التقارير لو انا عايزه اكتب كلمه نمبر اوف كاستمرز، فبدل ما اكتب كلمه نمبر اوف ككلمه كبيره، لا ممكن احط علامه الهاشتاج على طول، تمام، او علامه الشباك دي. فعلى طول عملتها ازاي؟ شيفت 4 او شيفت 3. شيفت 3 على طول هيعمل لكم علامه الهاشتاج بس. فانا هقول له عدد الكاستمرز. انا عايزه اعرف، احنا طبعا في الجندر عندنا ميل وعندنا فيميل، تمام. طب نفس الفورماتنج اللي عملتها هنا عايزه اعملها هنا، بدل ما اروح اسلكت واروح من الهوم اقول له كبر لي حجم الخط وغير شكل الخط وبولد وايتاليك وجيب لي الكلام في النص وارتفاع الكلام في النص، لا انا ممكن اسلكت على مجموعه السيلز دي، هروح عند الفورمات بينتر واطبق على طول. محتاجين بس نكبر عرض العمود شويه، تمام. طيب كويس جدا، ماشي. اخر بقى تقرير اللي احنا محتاجين نعمل ايه. احنا هيبقى لسه هنظبط الحته دي، اللي احنا هيبقى عندنا كلاسز كده في الريت، تمام. وعايزه اشوف عدد برضو، او ممكن نجيب الافريج، هنكون طبقنا كل الفانكشنز. الافريج كوانتيتي مثلا عايزه اشوف متوسط الكميه المباعه لكل ريت عندنا. يعني احنا مثلا هنصنف الناس دلوقتي تصنيف معين على حسب الريت اللي هم بيدوهولنا في كلاس A و B و C مثلا، او 5 ستار 4 ستار 3 ستار. فهديهم زي كلاسز كده معينه، وعلى الاساس ده هبدا اشوف متوسط الكميه المباعه لكل كلاسز دي ايه، او عدد الكاستمرز اللي بيدونا ده، او اجمالي المبيعات اللي داخلالي مثلا ما الناس تكون مدينا تقييم عالي او قليل او متوسط، تمام. فخلينا نكون بنجرب كذا حاجه، يعني كذا فكره. طيب برضو نفس الفكره، هروح اسلكت على اي تيبل من ده فورمات بينتر واكليك، فهيديني على طول نفس الفورماتنج. احنا هنقسم التصنيف بتاعنا كلاس A وكلاس B وكلاس C، تمام. طيب ده كده التقرير بتاعه. ممكن نظبط بس كده يبقى ياخد كل السيلز، وما ننساش نظبط البوردرز لما بتفكوا الميرج. ما تنسوش تظبطوا البوردرز تاني. طبعا هي ما كانتش باينه قوي عشان هو اللون رصاصي فاتح الصراحه، وهي الدرجه غامقه، فانتوا لو عايزين تطبقوا بوردرز تانية مفيش مشكله يعني، تمام. طيب ماشي، تعالوا دلوقتي نجيب اجمالي المبيعات لكل فرع عندنا. طيب تعالوا نفكر مع بعض ايه الفانكشن اللي اتعلمناها علشان تجيب لي اجمالي المبيعات لكل فرع. لو انا قلت لكم اجمالي المبيعات بس، فساعتها بنعمل ايه؟ ساعتها صم بس. طب قلت لكم الافريج كوانتيتي وسكت، يبقى الفانكشن بتاعت الافريج بس. طب قلت لكم عدد العملاء، يبقى برضو كاونت بس، او كاونت ايه على حسب المحتوى بتاعنا كان نمبرز ولا تكست. طيب تعالوا نجرب نجيب الارقام دي. يبقى احنا كده برضو بنراجع كله. رايت كليك كده واقول له انسرت، بحيث ان انا احط الحاجه هنا. رايت كليك تاني وانسرت. طيب ايه التقرير اللي انا عايزاه دلوقتي؟ انا عايزه اجيب، ممكن نعمل رايت كليك تاني وانسرت. طبعا ممكن اعمل كنترول زد كده. انا عايزه دلوقتي ادخل كام كولوم او كام رو؟ 3. ممكن اسلكت على 3 روز، تمام، واعمل رايت كليك مره واحده واقول له انسرت، فيدخل لي 3 روز على طول، بدل ما بعمل زي من شويه كليك يمين وانسرت كليك يمين وانسرت كليك يمين وانسرت. لا ممكن اسلكت على 3 روز ورايت كليك وانسرت على طول. طيب احنا هنا هنجيب له توتال سيلز، حتى ممكن نحطهم جنب بعض كده، توتال سيلز. وبعد كده هنجيب له الافريج كوانتيتي، اجمالي او بقى متوسط الكميه المباعه، تمام. وهنجيب له كمان التوتال تاكس مثلا، اجمالي الضريبه كام على كل اوردر عملناه. وعايزين نجيب في الاخر عدد الكاستمرز. طيب ماشي، تعالوا بقى نظبط الفورماتنج هنا. اولا افريج كوانتيتي ده لو كبرت الكولوم، فده طبعا مش هيبقى انسب حاجه ان الكولوم بيكون فيه جندر ميل وفيميل وعرض العمود كبير. فممكن نتحايل على الموضوع، نعمل ايه بقى؟ اللي انا اروح من الهوم واقول له اعمل لي راب تكست، فبيجيب الكلام تحت بعض، بيعمل التفاف للنص. ونبدا بقى نظبط الفورماتنج على الاساس ده، بحيث ان ده يبقى كده الرو ده فيه توتالز الحاجه كلها. هروح اسلكت عليهم كده، هروح اعمل بوردرز ليهم، هقول له اوتلاين واقول له انسايد وادوس اوكي، ونخلي الكلام في النص وارتفاع الكلام في النص برضو. ونظبط عرض الاعمده برضو، دي ممكن نعملها راب تكست ونقلل لو احنا عايزين، لو انتوا عايزين طبعا. بس هو كده كده هنحتاج ان احنا نكبر عدد الكاستمرز هنا علشان تظبط يعني. طيب ممكن ده نكبر حاجه بس بسيطه عشان تبقى ايه نسبه وتناسب. ممكن سلكت عليهم كده
واخليهم كلهم لحد ما نفس العرض بس عشان يبقى تبقى شكل التقرير كويس. ممكن نسلكت على دول ونديهم يعني فورماتنج او مثلا ايه لون مختلف شويه بحيث يبقى التقرير بتاعنا مميز. اعمله بالخط البولد. طيب عايزه دلوقتي اجيب التوتال سيلز، نعمل ايه؟ انا توتال سيلز بس، فاقول له ايكوال واستخدم الفانكشن بتاعت الصم وافتح براكت. تمام كده. واروح من الشيت بتاع السوبر ماركت سيلز، مش البيانات عندنا هنا، اروح عند الشيت بتاع السوبر ماركت سيلز واقف على اول سيل، كنترول شيفت سهم لتحت واقفل القوس وادوس انتر، فجاب لي اجمالي المبيعات بتاعتي. طيب عايزه اجيب الافريج كوانتيتي، هقول له ايكوال افريج وافتح براكت واروح على السوبر ماركت سيلز. احنا عايزين الكولوم بتاع الكوانتيتي. فين الكولوم بتاع الكوانتيتي؟ اهي. هقف على اول سيل، كنترول شيفت سهم لتحت واقفل القوس وادوس انتر، فيجيب لي ان متوسط الكميه المبيعه اللي بنبيعها او بتطلع يعني 5.5 يعني 5.51 يعني مش عارفه 5 قطع ونص. تمام. طيب تعالوا هعمل حاجه دلوقتي نفس اللي انا عملته بالظبط. ممكن نعمل كده، نقف كده كنترول بلس، هقول له انتاير رو. دي طرق تانية. الكنترول بلس دي بتعمل ايه؟ بتعمل انسرت للرو جديد. يعني ممكن بدل ما اعمل كليك يمين وانسرت ممكن اقف على الرو واقول له كنترول بلس فيدخل لي صف جديد. تمام. او وانا واقف عند السيل كنترول بلس برضو فهيشفت السيلز رايت ولا داون ولا هينتاير رو. انا عايزه انتاير رو، عايزه صف فاضي. تمام. بس كده. هعمل نفس الخطوه اللي عملتها دلوقتي في الافريج كوانتيتي، بس نلاحظ حاجه مهمه جدا. خليكم مركزين معايا عشان تقولوا لي ايه المشكله فين دلوقتي. هقول له ايكوال افريج وافتح براكت واروح على السوبر ماركت سيلز واقف عند الكوانتيتي. تمام. كنترول شيفت سهم لتحت. تمام. وارجع تاني للشيت الاصلي بتاعي وادوس انتر، فهيطلع لي الدنيا بايظه ومش هعمل لي حاجه ويطلع لي في الاخر زيرو. ليه بقى زيرو؟ اولا اي مشكله هتظهر عندنا انا محتاجه اقف على السيل واقرا هو بيجيب السورس بتاعه منين. يعني هنا في ال 5.51 هو الافريج من الشيت اللي اسمه سوبر ماركت سيلز من الرينج ده من H2 ل H1001. تمام كده. طيب هنا بيقرا منين؟ برضو بيقرا اولا بيقرا من رينج مختلف ومن شيت 1. فناخد بالنا واحنا بنجيب اجمالي المبيعات بتاعتنا الحركه ما بين الشيتات فيها مشكله. لان انا اللي حصل ايه هنا؟ اللي انا قلت له ايكوال افريج، ممكن ادوس كده دبل كليك عليها واروح على الشيت السوبر ماركت سيلز واروح اسلكت على الكولوم بتاع الكوانتيتي. تمام. وانا كنت واقفه في نفس الشيت دلوقتي قفلت القوس ودوست انتر، فعشان كده طلع لي صح. هنا بقى المشكله كانت عملت ايه؟ اللي احنا قلنا له برضو نفس القصه ايكوال افريج وفتحت براكت ورحت على الشيت بتاع السوبر ماركت سيلز. نطلع بس فوق اهو، وقفت عند اول سيل كنترول شيفت سهم لتحت، بس ما قفلتش القوس ودوست انتر. انا رجعت تاني للشيت الاصلي بتاعي اللي انا كنت شغاله فيه اصلا التقرير. فعشان هنا في ميرج اخد من B2 لغايه I فبيجيب افريج السيلز مختلفه. تمام. فطبعا زيرو، طبعا ايه زيرو، الدنيا مش مظبوطه خالص. او هيطلع لي ايرور، او هيطلع لي على فكره ممكن رقم تاني. يعني لو مفيش هنا ميرج، يعني بصوا انا كده فكيت الميرج وهروح اعمل نفس الفانكشن تاني عشان توضح معاكم اكتر. فافتح براكت واروح عند السوبر ماركت سيلز وارجع تاني اقول له جيب لي الكوانتيتي ومش عارف القوس بقى. تمام. ارجع للشيت اعمل الغلطه بقى بتاعتنا. بصوا بقى هيعمل ايه؟ هيجيب الافريج فعلا H2 ل H1001 بس من شيت 1 مش من الشيت بتاع السوبر ماركت سيلز. فحاليا لو البيانات دي فيها ارقام، يعني لو حطيت ارقام دلوقتي هيطلع لي رقم بس الرقم مش صح. فعشان كده بقول لكم مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من الارقام اللي بنطلعها هي صح ولا لا. فلازم في خطوه تيستنج كده نعملها، هل الرقم ده اللي طلعته وانا بعمل التقرير هل صحيح ولا مش صحيح. فاحنا دلوقتي بعد ما انا جبت الافريج هو بيقرا من شيت 1. طبعا هنا بيقرا الاصح بقى اللي هو بيقرا من شيت سوبر ماركت سيلز. طب اتفادى الغلط ده ازاي؟ لان احنا خدوا بالكم احنا في الاول في الاخر بشر وفي وسط ضغط شغل وفي وسط كعبله كتير، ممكن اعمل الغلطه دي وانا مش واخده بالي، والعمود اللي في الشيت اللي هو شيت 1 بطلع منه التقرير فيه اصلا ارقام فيروح يطلع لي رقم واروح اسلم التقرير على الرقم الغلط ده. فانا علشان احسن من الاداء بتاعي واعلي من البرفورمانس في الشغل بتاعي واقلل بقدر الامكان الاخطاء واقلل الشغل اليدوي، تعالوا نشوف ممكن نحل المشكله دي ازاي بحيث ان انا اعالج الحركه ما بين الشيتات. انا مش عايزه اتحرك ما بين الشيتات، فنعمل ايه؟ نفكر في حاجه احنا اخدناها مع بعض اللي انا بقدر اخلي الرينج ده ثابت بالنسبه لي او نسميه
اللي انا هروح اسمي الرينج ده. مش احنا كده كده بنجيب من الكوانتيتي، فانا هروح عند السوبر ماركت سيلز وتعالوا نسمي الكولوم كوانتيتي. يعني هقف على اول سيل كنترول شيفت سهم لتحت واروح عند النيم بوكس هنا واسميه كوانتيتي بس كده. فساعتها هيسهل عليا كتير. هيسهل عليا ازاي؟ هقول له ايكوال افريج وافتح قوس واكتب اسم الرينج بتاعي بس كده، واقف القوس ودوس انتر. هل اتحركت بقى ما بين الشتات ورحت وجيت وايرورز ومش ايرورز؟ لا خلاص، انا كتبت ده جاي منين؟ من كوانتيتي. طب اللي هو الكوانتيتي ده اصلا جاي منين؟ من الشيت بتاع السوبر ماركت سيلز، من الرينج اللي اسمه H2 ل H1001. طيب اعرف منين ده فعلا صح ولا لا؟ فورمولاز، هروح عند النيم مانجر هلاقي عندي فيه هنا كوانتيتي اهو، وده الرينج بتاعه اسمه والسوبر ماركت سيلز من H2 ل H1001 بس كده. تمام. فانا فعلا كده قدرت ان انا اقلل من الايرورز بتاعتنا ونعلي من الاداء. تعالوا نجيب التكست برضه هيبقى نفس القصه، ما انا برضه بتحرك ما بين الشيتات. فانا نعمل ايه بقى علشان نسمي كل الكولوم زي ما اتكلمنا قبل كده في الفيديو الخاص بالنيم اوف سيل او نيم اوف رينجز، اللي احنا بدل ما بنقف على اول سيل كنترول شيفت سهم لتحت ونروح نسمي كل كولوم، لا انا ممكن اسلكت على التيبل ككل او البيانات ككلها، ده بنسميها نيم اوف رينج. تمام، ده رينج اوف داتا عاديه وانا هروح اسمي كل الكولومز بتاعتها. فلازم اخد الهيدر رو معايا. هروح من تاب الفورمولاز، فاكرين كريت فروم سيلكشن اللي انا هقول له خد لي اول سيل لغايه تحت من كل كولوم وسميه بالهيدر بتاعه، سميه بالهيدر بتاعه. فكنا بنروح نسلكت على البيانات كلها، بنروح على تاب الفورمولاز واقول له كريت فروم سيلكشن. انا مش عايزه الليفت كولوم، انا عايزه بالنسبه للتوب رو بس، وادوس اوكي. ساعتها لو رحت عند النيم مانجر هلاقي عمل لي كل التسميات. يبقى انا كده مش هتحرك ما بين التو شيتس، انا واقفه في الشيت 1 وهستخدم التسميه على طول من اسماء الكولومز، طبعا لو انا حافظاها يعني، او مش حافظاها هرجع لها عادي بسهوله يعني. طب انا عايزه اجيب دلوقتي التوتال تاكس الاجمالي الضريبه ايكوال، ايه الفانكشن اللي نستخدمها عشان تجيب لي الاجمالي؟ الصم، ايكوال صم وافتح براكت واقول له تاكس 5%. بص هتظهر عندنا على طول، هدوس تاب حتى او دبل كليك واقفل القوس وادوس انتر. فاجمالي الضريبه بتاعتنا 15,000 وشويه. ممكن تروحوا من الهوم تحطوا علامه الالاف. تمام، طبعا هو تلقائي غيرها لي الاكاونتنج، فكده اقدر اقرا الرقم نفسه 15,000 وشويه. طب عايز اجيب عدد الكاستمرز، برضو نفس القصه ايكوال كاونت وافتح براكت عدد الكاستمرز. طب هنجيبه منين؟ خليني اشوف البيانات الاول. احنا هنا عندنا الانفويس اي دي، برانشز، السيتيز، وكاستمر تايب، فممكن ناخد من الجندر او من الكاستمر تايب او اي كولوم. تمام، اي كولوم ما يكونش فيه نولز، فكده هعرف عدد الروز بتاعتي او هعرف عدد الكاستمرز على اساس ان هم مش بيتغيروا. تمام، بقول له ايكوال كاونت ايه وافتح براكت وهقول له الكاستمر تايب. فين الكاستمر تايب؟ اهو، دبل كليك اقفل القوس وادوس انتر. يبقى احنا عندنا 1000 البيانات دي كده 1000. يبقى انا دلوقتي جبت التوتال سيلز، جبت الافريج كوانتيتي، جبنا الضريبه اجمالي الضريبه بتاعتنا وعدد الكاستمرز. طيب ماشي، نفس الفكره بالظبط. تعالوا بس نرجع شكل التقرير بتاعنا اللي احنا كنا تعبنا فيه ده واروح اظبطه كده. ماشي بس كده. فاحنا كده قدرنا نجيب التوتال سيلز والافريج كوانتيتي والتوتال تاكس وعدد الكاستمرز بتوعنا. فاحنا دلوقتي عايزين نجيب التوتال سيلز لكل برانش، فاقول له اف اكس استخدمي الفانكشن بتاعت السم افس او سم اف. طب انهي الاصح؟ هما الاثنين صح طبعا. لو كرايتيريا احنا متعودين ان احنا ايه سم اف. طيب هل غلط ان انا اعمل سم افس؟ لا صح عادي، هي كده كده انا مش هحط له اكتر من كرايتيريا فهيعمل نفس الوظيفه بتاعت السم اف. تعالوا نجرب السم افس وادوس اوكي. ايه السم رينج بتاعنا اللي هو اسمه سيلز. طب ايه الكرايتيريا 1؟ بصوا مجرد ما كتبت الاسم عمل ايه؟ حط لي الارقام. طبعا سواء حطيته الكلمه دي الحرف ده كابيتال او سمول مش هيفرق معايا. تمام، اف اكس تاني هقول له استخدم لي السم اف، ادوس اوكي. هقول له السيلز. تمام. طيب ايه الكرايتيريا 1 بتاعتنا اللي هي اسم الفرع؟ طب الرينج الاولاني بتاع الكرايتيريا 1 اللي هو الكولوم اللي اسمه برانش بس كده. اتاكد ان الدنيا صحيحه وادوس اوكي. هل ينفع دلوقتي نسحب لتحت؟ ينفع نسحب لتحت كده. المفروض اجمالي الثلاث ارقام دول يكونوا الرقم ده. طيب تعالوا نحط هنا جراند توتال بحيث ان احنا فعلا نتاكد ان الرقم اللي تحت ده او اجمالي الثلاث ارقام هو نفسه اللي فوق. عشان احنا قلنا قبل كده يفضل ان احنا نعمل خطوه تيستنج، يفضل ان احنا نعمل خطوه ايه؟ خطوه تيستنج. ونروح نلونها مثلا بلون مثلا بسيط كده. طيب عايزه اجيب التوتال الثلاث ارقام ايكوال سم وافتح براكت واسلكت على الثلاثه او الت ايكوال على طول وادوس انتر. طيب هل ده هو ده؟ يبقى احنا كده صح.
طيب كويس جدا. عايزه اجيب عدد الكاستمرز، وبرده نفس القصه، ممكن اجيب الجراند توتال، دي جراند توتال، ممكن نعملها كده بخط بولد، خط ايتاليك. طيب نفس الفورماتنج ممكن اخدها كده. طيب واقول له ده برضو الجراند توتال. عايزه دلوقتي اجيب عدد الكاستمرز قد ايه ميل وقد ايه فيميل. طب ايه اللي بيجيب لي عدد؟ الكاونت. طيب هنا ده انا لو قلت عدد بس يبقى كاونت او كاونت ايه. طب قلت لكم الميل او فيميل، فانا كده بدور على الكريتيريا واحده، فبرضو يا كاونت اف يا كاونت اف، هما الاثنين صح. هستخدم كاونت اف. انا بجرب معاكم كذا حاجه. الكريتيريا بتاعتنا اللي هي كلمه ميل اللي هنا. طب فين الرينج الاولاني بتاع الكريتيريا الاولى اللي هو اسمه الجندر، الكولوم اللي اسمه الجندر، بس اتاكد ان هي سمعت. طبعا لو انا بالغلط مثلا كتبت ار اي مفيش، هدوس اوكي هيطلع لي ايرور، مفيش حاجه اسمها كده اصلا. طيب ومش هيقبل بالفانكشن. فناخد بالنا ان الحته دي اللي احنا بنكتب اسماء الرينجز عندنا صحيحه. طيب الكريتيريا تاني الميل، والرينج بتاعي اللي هو الجندر. طيب بس وادوس اوكي واسحب لتحت. طيب عايزه اجيب اجمالي، الت ايكوال على طول وادوس انتر، فتطلع لي فعلا 1000، وده كده صح لان احنا هنا عندنا عدد الكاستمرز فعلا 1000. طيب عايزه اجيب برضو نفس الفكره، الكلاس A وكلاس B وكلاس C الافريج كوانتيتي. يبقى احنا كده كان فاضل لنا ايه في التقرير؟ بس متوسط الكميه المباعه لكل ريت عندنا. طب هل انا عندي في كولوم هنا بيقول لي كلاس A وكلاس B وكلاس C في البيانات بتاعتنا؟ لا، احنا عندنا بس كتقييمات اللي كل اوردر مديني ريت من كام يعتبر. نقول من رقم 4، يعني اقل ريت اخدناه 4 واعلى ريت اخدناه 10. فاخدتوا بالكم من الفلتر بقدر اعرف اقل رقم واعلى رقم على طول، بحيث ان انا افهم البيانات دي عباره عن ايه او طبيعتها ايه. فانا دلوقتي عايزه ازود كولوم هنا اجيب فيه الكلاسز بتاعتنا، اللي هو هقول له مثلا لو انت عندك ناس اعلى من 7 فهيبقى دول كلاس A. لو عندك ناس اعلى من 5 يبقى ده كلاس B. ولو عندك ناس اقل من 5 يبقى كلاس C على طول. فانا محتاجه ازود كولوم هنا يحدد لي الكونديشنز اللي انا عملتها دي. بس خلينا النقطه دي هنتكلم عليها في بارت 2 من البروجكت. فاحنا دلوقتي اتعلمنا مع بعض ازاي بنقدر نظبط البيانات بتاعتنا ونهيئها بشكل مناسب بحيث ان انا اقدر اطلع التقرير بتاعنا. واحنا شغالين في التقرير ظبطنا وراجعنا مع بعض كده فكره الفورماتنج وازاي اظبط التقرير، ازاي اقدر احط مثلا صوره، اقدر كمان ازاي اظبط التسميه بتاعت الرينجز بحيث ان انا اقلل الايرورز عندي بقدر الامكان، زائد كمان اعلي من البرفورمانس بتاعتنا بحيث ان احنا ما نيجي نسحب لتحت ما الجاش لحته التثبيت. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه اتحرك ما بين الشتات، فممكن اجيب البيانات الرقم يطلع غلط، فعلشان نتفادى اي ايرورز هتحصل فكره التثبيت او فكره مثلا الايرور بيقرا من مكان تاني، فاستخدمنا حته التسميه. فاحنا في بارت 2 من البروجكت هنكمل بقى ازاي بنقدر نجيب الريت لكل كلاس عندنا او لكل اوردر، ازاي نصنفه بتصنيفات معينه، وبعد كده نكمل التقرير بتاعنا ونشوف ان في مشكله هتظهر عندنا بعد كده هنحلها ازاي.